النهاردة الجمعة 5 سبتمبر 2025. الدولار قرر ياخد إجازة زينا كده وما عملش أي حركة جديدة، ولسه ثابت قدام الجنيه في كل البنوك تقريبا. يعني اللي صحي بدري يتابع الأسعار يقدر ينام تاني مطمن. أسعار الدولار في البنوك فهي كالتالي: في بنك قناة السويس 48.53 للشراء و48.63 للبيع. في المصرف المتحد 48.53 للشراء و48.63 للبيع. تقريبا الأسعار متشابهة، لأنه في البنك الأهلي المصري 48.53 للشراء و48.63 للبيع. في بنك مصر 48.53 للشراء و48.63 للبيع. في بنك الإسكندرية 48.53 للشراء و48.63 للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB 48.53 للشراء و48.63 للبيع. ايه اللي بيحصل؟ الخبراء بيقولوا ان استقرار الدولار في الويكند طبيعي جدا، لان البنوك اصلا قافله والتداول واقف، يعني مفيش حد بيجري ورا الدولار غيرنا احنا. لكن العيون كلها متعلقه بالعالم بره، خاصه قرارات الفيدرالي الامريكي اللي ممكن يغير المعادله في اي وقت. باختصار كده الدولار واقف مكانه على 48.63 جنيه للبيع في اغلب البنوك، واحنا قاعدين مستنيين الاسبوع الجاي. وزي ما وضحنا الدولار لسه قاعد في مكانه زي ما هو مستقر حوالين 48.55 جنيه للشراء، وما بين 48.52 جنيه و48.66 جنيه للبيع في البنوك الكبرى. والاسبوع اللي فات لعب لعبة استغماية صغيرة، نزل ل 48.42 وطلع ل 48.63، لكن في الاخر رجع لنفس المتوسط. يعني باختصار ولا فارق معاه، عامل نفسه باشا قاعد على الكرسي. بص يا سيدي بقى على التحليل. الدولار شكله هادي لكن وراه شغل كبير. البنك المركزي مش سايبه في حاله وبيحاول يوازن السوق ويقلل التضخم شوية بشوية. والنمو الاقتصادي بيقول أنا راجع استنوني. وصندوق النقد عامل زي صاحبه اللي بيقف وراه وقت الخناقة. ومع كل ده التوقعات بتقول ان الجنيه ممكن يتراخى شوية مع الوقت، بس مش هيولع ولا ينهار فجأة. لا، كل حاجة ماشية بالراحة خطوة بخطوة. بالبلدي كده دي الخلاصة. الوضع الحالي الدولار مستقر عند 48.55 ولا بيهش ولا بينش. ليه الدولار ثابت؟ بسبب سياسات البنك المركزي زائد الدعم الخارجي زائد التضخم اللي بينزل حبة بحبة. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ لو الفيدرالي الامريكي عطس السوق كله ممكن يتأثر. والنظرة الجاية او نظرة مستقبلية ممكن نوصل ل 51 جنيه في 2026، بس على الهادي مش بانهيار مفاجئ. باختصار الدولار دلوقتي عامل نفسه رايق والجنيه ماسك نفسه، بس الدنيا كلها مترقبة اي حركة